بالنسبة سماحة الشيخ يقول: ما هي أفضل الأذكار؟ يأتي بالأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزب من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. فضل عظيم، فيستحب للمؤمن يأتي بها في اليوم دائما 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التيسير. لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، تكون له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكان في حزب من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا فضل عظيم، أرجو من كل مسلم المحافظة عليها ومن كل مسلمة المحافظة عليها. وهكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح، سبحان الله وبحمده 100 مرة مساء، كل هذا مستحب. كذلك سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات، يكثر منها صباح ومساء 3 مرات فقط، كل هذا في خير عظيم. وهكذا سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء سماحة الشيخ.